ده يوم في حياة عندها بنوتة اسمها غالية عندها سنة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حاسة خلاص بجد ان احنا بقينا عيلة، وحقيقي ببقى مبسوطة بكل كلامكم وحبكم ليا والغالية، وبشكر بجد كل حد بيشجعني افضل اعمل فلوجات رغم كتر المحتوى بتاعها على السوشيال ميديا. وتعالوا بقى اخدكم في يومي النهارده. بدأت بقى يومي بفطار جميل الحمد لله. بعد كده عملت فطار لغالية، كان عبارة عن بطاطس وبروكلي مسلوقين عليهم بيضة مسلوقة. فطرت غالية الحمد لله وخدتها بقى اديتها الشاور بتاعها في اول اليوم عشان الجو بدأ يبرد بالليل، فبقيت اخاف تتعب مني. عملت لي بقى كوباية القهوة المتينة علشان ما نمتش كويس امبارح ولسه يومنا طويل. ودخلت بقى على الصالة عشان كانت متبهدله قوي، رتبتها وحطيت كل حاجه مكانها. كمان لميت لعب غاليه في الخيمه، منقذه ليا بصراحه، بلم فيها كل اللعب في مكان واحد. وان شاء الله احنا معزومين النهارده في بيت بابا، فالحمد لله مش هعمل غدا النهارده. وعايزه اقول لكم بقى ان الشيبس ده حلو قوي ومناسب للناس اللي ضغطها واطي معظم الوقت زي حالاتي. لبست بقى ولبست غاليه وكانت مكشره هنا عشان كانت لسه صاحيه من النوم. هنا بقى كانت خلاص فاقت وماما لبستها بيجامه من بتوعي وانا صغيره. وعايزه اقول لكم ماما نفسها في الاكل لا يعلى عليه، عملت لنا شويه ممبار وفته وكوارع مفيش احلى من كده. كانوا محتفلين بينا هي وبابا بصراحه، تسلم ايديهم ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم. اتغدينا الحمد لله ودخلت المطبخ انا واختي، انا اغسل وهي تشطف المواعين، انا اعمل الرخامه وهي البوتاجاز. رجعنا المطبخ زي ما كان وبس كده. روحنا الحمد لله. قعدت العب مع غاليه شويه لغايه ما نامت، ولو وصلتوا لغايه هنا فشكرا انكم كملتوا معايا يومي للاخر.